مفيش حد فينا ما فشلش مرة واحدة بس على الأقل في البسبوسة. دايما كده سبحان الله بيحصل مرة كده تبقي عملتي كل حاجة زي ما انتي بتعمليها وسبحان الله فشلت معاكي. عايزة اقول لكم ان انا البسبوسة بتاعتي عالمية، بس سبحان الله فشلت معايا بسبب نوع السميد اللي انا استخدمته او غيرته لنوع تاني. المهم يعني ان هي فشلت. البسبوسة شربت العسل كله لكنها كانت معضمة وتحسوها كده يعني مكتومة. ولاحظت كمان ان اطراف الصينية كانت انشف من الصينية من النص، فكانت غريبة جدا بصراحة. المهم ان انا المرة دي قررت ان انا مش هرميها، وقررت ان انا هعمل منها حاجة، واني لازم بجد اخلي البسبوسة البيضة دي حاجة حلوة وتتاكل وجميلة جدا كمان. اخدت بقى القطع بتاعه البسبوسه كلها بتاعتي وحطيتها في الكبه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الفيديو طالع من قطر وانا بورسعيديه. يا ترى انت بتتابعيني منين؟ اكتبي لي في الكومنتات بتتابعيني منين عشان بفرح قوي لما بتكتبوا لي في الكومنتات. وبدات ان انا افرمها في الكبه زي ما انتوا شايفين. طبعا انا قلت لكم ان البسبوسه دي كانت شاربه العسل بتاعها، فهي ما كانتش حجره، يعني كانت يعني طريه بس في نفس الوقت مكتومه. بصوا شكلها بقى لما اتطحنت ما بقتش عامله زي حبات الرمل، لا ماسكه في بعضها، بس هي في نفس الوقت فيها حبيبات ناشفه كده شويه. لو البسبوسه بتاعتك بنفس المواصفات ونفس الشكل اللي انت شايفاه ده، هتضيفي لها بقى كوبايه من الحليب، ويكون الحليب ده دافي، وهتحط لها كمان تلت كوبايه من الزيت. طيب لو كانت الحبيبات بتاعتها انشف من كده وكانت عامله زي حبيبات الرمل، هنضيف لها كوبايه حليب وكوبايه زيت. ركزوا كويس جدا في اللي انا بقوله يا جماعه. انا قلت لكم ان انا ضفت تلت كوبايه زيت وكوبايه حليب، وضفت كمان بيضه زي ما انتوا شايفين، وهحط بقى رشه فانيليا صغيره، وهنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر. خلاص كده هنقفل بقى الكبه ونبدا نضرب مره تانية، وشوفوا بقى الخليط هيتحول هيبقى شكله عامل ازاي. وده شكل الخليط بعد ما اتضرب، شايفين عامل ازاي؟ عامل زي ما يكون سيريلاك تقيل شويه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدا هنا ادهن صينيه بالزيت او بسمنه، اي حاجه عندك مفيش مشكله، دهنه خفيفه جدا. وبعد كده هننزل فيها الخليط، والقوام باين قوي قدامكم اهو عامل ازاي بالظبط. وطبعا هنراعي بقى كمية البسبوسة تبقى متناسبة مع حجم الصينية، كأنك بتعملي كيك بالظبط، لان احنا حطينا لها بيضة فاحنا حولناها لحاجة زي كيكة بسبوسة ما بين الكيك والبسبوسة كده، بس هي طعمها بسبوسة اكتر. الاضافة الوحيدة الغريبة فيها هي البيضة، لان طبعا البسبوسة بتتحط فيها كل المكونات اللي انا قلتها ما عدا البيضة. وطبعا هنا دخلتها الفرن لمدة تلت ساعة بالظبط على درجة حرارة 180، وكانت استوت واخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، وطلعت معايا طرية جدا. بس احنا لازم نعمل لها شربات لان احنا ضفنا عليها حليب وزيت وكده، فمحتاجين نسكر شوية علشان هي السكر بتاعها كده قل. فحطيت لها هنا نص كوباية من السكر على كوباية مية بالظبط، وحطيتهم على النار وعصرة ليمونة وسبتهم لمدة 7 دقايق يغلوا. وبعد كده ضفتهم عليها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط زي البسبوسة وهي سخنة. وكانت الصينية بردت شوية، ما كانتش برضو بردت قوي، بس انا بصراحة ما كنتش راضية اعمل الشربات ده الا لما هي تطلع من الفرن عشان اتاكد انها سليمة وما اضطرش ان انا اهدر مكونات على الفاضي. وهنا يا جماعة والله كنت بقطعها لكم وهي سخنة، اقسم بالله بسبوسة دايبة دوب دايبة دوب، مش طبيعية في جمالها وفي ترميلتها، رهيبة رهيبة رهيبة. بصوا الجمال ما شاء الله لا قوة الا بالله. القطعة طلعت كده طبعا وهي سخنة متبهدلة شوية، لكن لو سبتها تبرد وقطعتها بجد يا جماعة رائعة رائعة في منتهى الجمال بجد. عايزة اقول لكم ان انا فرحانة جدا جدا، مش عشان نجاح الوصفة، لا علشان حفظ النعمة. حفظ النعمة حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان احنا ما نرميش حاجة في الزبالة. وبجد يا جماعة الحاجة غليت قوي عشان حد يرمي حاجة في الزبالة، فبجد بجد حرام. فحاولي لحد اخر لحظة تصلحي اي غلط عملتيه، وما تيأسيش وتستسهلي وترمي حاجتك في الزبالة، لان في ناس كتير جدا بتعمل كده، لما الحاجة بتبوظ منها بتتويها كده في الزبالة ولا من شاف ولا من دري. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير ومتابعة للصفحة. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمة الله.